السلام عليكم، ازيكم حلويات قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. معاكم ميسة للناس اللي بيشوفوني لاول مره. وان شاء الله النهارده هنعمل تورتايه مستطيله مقاس 35 في 25. هنعملها بكل سهوله وسهله جدا، واي حد مبتدئ ما بيعرفش يعمل تورت ممكن يعملها معانا، فهي ما فيهاش اي حاجه يعني، ما فيهاش افتكاسه. هنشوف مع بعض خطواتها بالتفصيل. معايا هنا دي صينيه مقاس 35 في 25. انا جبت نص كيلو دقيق سبونج، حطيت عليه 6 بيضات، حطيت عليه نص كوبايه ميه فتره من الحنفيه، وعليه شويه من الفانيليا على قد ال6 بيضات طبعا، وعليه معلقه من الخل. ضربتهم كويس قوي في العجان لحد ما لونهم افتح، وتحسي ان هو الخليط بيبقى لامع كده وبيتضاعف حجمه وبيبقى تقيل زي الكريم شانتيه كده واتقل شويه. تحطيهم بقى في الصينيه وتخبزيهم عادي. دي صينيه الكيك بعد ما خرجتها من الفرن وشلت الوش بتاعها، يعني انا قشرت الوش بتاعها. باخد بقى المنشور بتاع التورته وبقسمها نصين، هشيلهم بالراحه على جنب، وهجيب انا عامله صينيه تانية بس انا نقلاها هنا. هنقسمها برضو نصين. الصينيه دي نص كيلو دقيق سبونج برضو. هقسمها طبقتين زي ما قسمت الاولانيه، بس انا هاخد طبقه واحده بقى هحطها على الطبقتين التانيين عشان يبقوا معايا التورتايه 3 طبقات. تمام، انا ممكن اعليها واخليها 4 طبقات، بس انا هكتفي بالتلاتة. 3 حلو جدا، هتبقى ارتفاعها حلو ومعقول. لو انتوا حابين تعلوها اكتر من ال3 طبقات هنحط الرابعة، مفيش مشكلة. بعد كده جبت القاعدة بتاعة التورته. القاعدة دي انا اللي عاملاها لاني دورت على قاعدة مستطيلة ما لقيتش، كلهم مربعين ومدورين، فانا قلت ايه الجيش قالك اتصرف، فجبت كرتونتين لزقتهم في بعض كده، وبعدين ابتديت اقصهم نفس المقاس اللي انا عايزاه، وغلفتها بورق الهدايا زي ما انتوا شايفين كده. دهنت بقى القاعدة بتاعتي حتة كده من كريم شانتيه علشان هحط اول طبقة. دول الطبقتين فوق بعض. بصوا انا بجيب القطاعة دي قطاعة انا مخصصاها يعني للحلويات، بستخدمها للحلويات، هي خفيفة كده. بشيل بقى بيها الطبقة اللي فوق علشان لو شلتها بايدي هتتقطع معايا. طبعا انتوا عارفين ان الكيك الاسبونج هش وخفيف كده فبيتقطع بسهولة. دي اول طبقة من طبقات الكيك، بسقيها بقى باللبن. ده لبن عادي معلهوش اي حاجة، ما بحطش سكر ولا حاجة. انا ما بحبش اسقي شربات، لان اللي هو الشربات الخفيف اللي بيعملوه ده بيسقوا بيه الكيكات، بيزود لي حلاوة الكيكة وانا مش عايزاها حلوة. اللي ياكل منها يجزع منها ويبقى مش عايز يكملها. لا، انا التورته بتاعتي اللي بياكل منها بيبقى عايز تاني وتالت ورابع، لان هي حلاوتها معقولة. برضو الكريم شانتيه بتاع التورته الشوكولاتة انا ما بحطلوش سكر خالص، بكتفي برضو بالسكر اللي موجود في الجناش اللي بتاع الشوكولاتة اللي انا بحطه على الكريم شانتيه. حطيت بقى الكريم شانتيه في الكيس كده، وهبتدي بقى اوزعه على طبقة الكيك. كريم شانتيه بتاعي بضربه بلبن، وبحط عليه برضو لبن بودر علشان يبقى طعمه غني كده، وكمان بحطله معلقة او معلقتين من الكريم الباستري. تمام، وبحطله جناش شوكولاتة، وممكن معلقة كبيرة من الكاكاو علشان اللون بس. يعني انا بحط جناش الشوكولاتة للطعم، بيخلي الطعم حلو، واللون بقى لو انا عايزة اغمقه سنة بديله معلقة كاكاو. بنفرد بقى بالسباتيولا كده الكريمة اللي احنا حطيناها بالراحة، متستعجليش، مفيش حد بيجري ورانا. وده جناش شوكولاتة برضو بحط منه على الكريمة، بيديني برضو طعم حلو للتورتاية من جوه. ممكن برضو نحط مع الكريمة ممكن مربى حليب، صوص كراميل، ممكن نحط كريمة لوتس، كريمة فستق، اي حاجة عندنا بقى موجودة نحطها. بحط انا بقى رشة من المكسرات مفرومة، تبقى مفرومة خشن عشان اللي يجي ياكل التورتاية يلاقي مكسرات كده يحس بطعمها. بلاش تفرموها ناعم قوي، يعني خلوها خشنة شوية. بجيب بقى طبقة الكيك اللي انا خدتها على القطاعة دي، وبنزلها برضو بالقطاعة علشان تنزل معايا كويسة ما تتقطعش معايا. بكرر بقى نفس الموضوع اللي انا عملته في الطبقة الاولانية في الطبقة اللي فوق. هحشي برضو كريمة وهحشي جناش وهحط مكسرات. خلصت انا، هحط بقى اخر طبقة، وزي ما انتم شايفين اهي بتتقطع معايا لان هي هشة جدا، بس مفيش مشكلة، احنا بنسويها على بعض. حتى لو اتقطعت معاكي حطي كل حتة اتقطعت في مكانها،
انتي عارفة طبعا مكانها، هتحطي كل حتة في مكان. كده ال3 طبقات معايا، ممكن ان انا ازود الرابعة، بس انا هكتفي كده بال3، هي ارتفاعها كده معقول بالنسبة لي. بنحط بقى الكريمة من فوق علشان نبتدي بقى نجلس التورتيه. طبقة الكريمة بقى اللي من فوق دي بتبقى طبقة كده بتاخد الفتافيت، يعني بلم بيها طبقة الفتافيت اللي على الكيكة، بفردها كده. وبرضو بفرد طبقة كريمة من الجناب علشان برضو تاخد معايا الفتافيت، وما يبقاش الكيكة فيها فتافيت. اللي انا عملته بقى في السطح بتاع التورتاية هعمله من الجناب، برضو هحط كريمة علشان تاخد معايا طبقة الفتافيت. كل الجناب بقى انا مش مالكة صراحة ان انا اعملها، لان انا عندي الكاميرا على ايدي اليمين هنا، فانا مش عارفة اتحرك يعني. انتوا طبعا في البيت هتبقى الموضوع سهل بالنسبة لكم. هنا انا بتعامل بحذر عشان انا كل شوية بهز الكاميرا، فانا عايزة ابعد عنها بقدر الامكان، لان هي جنبي على ايدي اليمين. هحط بقى كده الكريمة من ال4 جناب هسويهم. بعد ما بسويها بتبقى مبدئيا كده عشوائية، بدخلها بقى الفريزر حوالي 5 دقايق او 10 دقايق. بعدين بطلعها اديها طبقة كريمة تانية علشان نبتدي بقى نساوي اخر طبقة كريمة عليها. نديها بقى الكريمة كده. بكيس الحلواني بيبقى توزيع الكريمة اسهل بالنسبة لي. بعد ما بوزع بقى الكريمة بالسكرابر كده بسويها بقى، يعني ابتدي بقى اسوي الجناب وابتدي اسوي السطح، واخليها قدر الامكان متساوية. موضوع سهل جدا. عايزاها متساوية اكتر بقى من كده، ممكن تحطي السكرابر في مية سخنة تغلي وتنشفيه وتساوي بيه، هتلاقيها اتساوت معاكي كويس. سخونية بتساعد ان هي التورتة تتجلس وتتساوى كويس من الجناب ومن فوق. برضو عشان انا مش مالكة ان انا اساويها عشان الكاميرا على يميني، فانا هساوي على قد ما اقدر. بعد ما بتسويها بقى من الجناب ومن فوق، بتجيبي المشط ده اللي هو المشرشر، بيبقى فيه جنب عريض كده وجنب رفيع. اي جنب بقى تحبيه اعملي بيه. أنا هختار الجنب العريض، هعمل بيه كده نشرشرها كده من الجناب، يعني هو بيسويها وفي نفس الوقت بيديها شكل حلو. بعد كده بجيب جناش الشوكولاتة. انا معلش هو معايا سايح، انا مسيحاه على حمام مية سخنة، فعشان كده بينزل بسرعة سايح. علشان عندي الجو طبعا ساقع في برودة، فالشوكولاتة بتمسك بسرعة. انما انتوا ممكن تخلوه درجة حرارته يعني اسقع من كده شوية. هي دلوقتي الجناش معايا سخن، عشان قلتلكوا برضو الجو بارد، فانا عايزة اشتغل بيها بسرعة قبل ما تقفش معايا وتمسك. بنعمل بقى الدربات دي اللي هي بتاعة الشوكولاتة كده من على الجنب. وبعد كده بقى بحط باقي الشوكولاتة من فوق عشان اسويها فوق الكيكة كده. لو انا في شتاء احاول ان انا اشتغل بسرعة عشان الشوكولاتة تمسك معايا قوام، عشان الجو زي ما انتوا شايفين كده هي قفشت معايا ومسكت بسرعة. الجو طبعا متلج لوحده، احنا ايدينا لوحدها متلجة، ما بالكوا بقى بالشوكولاتة. اول ما بتشوف البرودة بتقفش على طول بتمسك. هحط انا بقى طبقة من الكراميل ده جاهز. هحط طبقة كده تديني زي لمعة، يعني ممكن استغنى عن الخطوة دي زي ما انا حابة، يعني عايزاها لمعة عايزاها مش بتلمع زي ما انا حابة. بالمناسبة الشوكولاتة اللي انا حطيتها دي شوكولاتة نص طبيعي، هي بالحليب، مش شوكولاتة اللي هي اللي بتاعة المطبخ الدارك يعني. لا دي شوكولاتة بالحليب، طعمها حلو شوية، بتدي تورتة يعني طعم حلو. انا عندي التورتة مش شكل، يعني انا مش بقيم التورتة بشكلها، التورتة عندي بطعمها. فطالما انا حاطة حاجات حلوة في التورتة او خامات كويسة، فطبيعي التورتة بتطلع معايا حلوة بغض النظر عن شكلها.
تيجوا كده تاكلوا تورته من عند كذا حد بيفرق معاكوا الطعم تورته واحدة بس من عند حد واحد او 2 بالكتير. ليه بقى؟ لان هو بيبقى استخدم خامات كويسة، يعني مكلف التورته، ويعني بغض النظر عن سعرها او شكلها هي فيها خامات حلوة يعني، فاهميني؟ فانا عندي كده في اسكندرية ممكن يعني يعجبني تورته من عند 2 بالكتير قوي، يعني هما اللي بيستخدموا خامات كويسة وجودة كويسة للتورته، وبغض النظر عن شكلها يعني هي بتبقى طعمها تحفة. فده اللي انا بتكلم فيه، يعني مش شرط ان هي تبقى شكلها حلو او شكلها وحش، لا الطعم هو اللي بيفرق معايا. بنيجي بقى للتزيين. انا حاولت اعمل تزيين كده، مش عارفة يعني ده اختراع. جبت النوتيلا البيضة وعملت خطوط كده وجنبها الجناش البني، ودي كريمة لوتس، واديتهم بقى بالعصاية الشيش كده، واحدة يمين واحدة شمال، يعني جبت واحدة من فوق واحدة من تحت، ادتني الشكل ده. فانا معرفش بقى هي جت معايا كده. التزيين ده طبعا بقى ايه حسب ما انتي بتبقي تفتكسي كده في التورتايه. البسكوت ده بسكوت الفريسكا اللي هو السادة ده، صوابع كده، حطيت 2 هنا، وهحط بقى شوكولاتات، يعني عندي شوكولاتات فهحطها تدي شكل حلو برضو للتورتايه. بصي بقى التزيين ده بقى ايه، عايزاكي تبدعي، يعني مش شرط ان انتي تشوفي تزيين عايز تعملي زيه، لا انتي وذوقك بقى، انتي وراحتك، فممكن تطلع احلى من اللي انتي شفتيها او احلى من اللي انتي متخيلاه في دماغك، فاهماني؟ هنا بقى هحط عين جمل. جيت اشتري عين جمل، روحت لقيته انصاف، يعني أنا عايزه عين جمل اللي هو الكبير ده. اتفاجئت لما بفتح الكيس لقيته انصاف. عملت بقى روزستات كده بمربى الحليب، على الجنب ده وعلى الجنب ده 3 و3 كده زي ما انتم شايفين، بس هي كانت مربى الحليب بتخلص في الاخر، فما قضتش معايا ان انا يعني كنت عايزه اعمل احزم التورته من فوق كده بمربى الحليب، فهي ما قضتش معايا. دول بسكوتين اوريو حطيت لهم دست ذهبي، حطيتهم كده في وسط مربى الحليب. ده بقى جناش شوكولاته جاهز، برضو بحط خطوط كده على البسكوت اللي هو الفريسكا ده. بصوا بقى اي تزيين بقى ده انتوا تحبوه اعملوه، يعني مش شرط التزيين اللي انا بعمله، يعني اي حاجة بقى تيجي على دماغكم وتيجي على بالكم اعملوها. بس كده ده انا هسيبها كده مش هكتر لها، يعني ما بحبش ازود تزيين في التورتة يبقى كتير قوي. لو حبيتوا تستغنوا عن الخطوة بتاعة الكراميل دي، بس انا حبيت اديها يعني لمعة كده، يعني أنا عايزاها لمعة. فانا حطيته. انتوا لو عايزين تستغنوا عنه تخلوها شوكولاتة بس مفيش مشكلة، ممكن تستغنوا عنها. وده بقى شكلها في الاخر. اتمنى تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير في حلقات جاية كتير، والسلام عليكم.